حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء السابع من المسلسل التركي ليلى، وبنكمل مسلسلنا وقت ما مرات محمد وصلت البيت بتاعهم علشان تقبض عليه وهو مع عشيقته اللي ما بتكونش عارفة لحد دلوقتي هي مين. وليلى بتكون مبسوطة جدا ومستنية قدام الشقة عشان تشوف فضحتهم اللي هتعملها مرات محمد. المهم ان مرات محمد بتفضل تخبط على الباب وبتنادي على جوزها وبتقول له افتح يا خاين، انا عارفة انك موجود جوه. ولما محمد ونور بيسمعوا صوت مراته بيقوموا على طول عشان يلاقوا طريقة يضحكوا بيها عليها، ونور بتقوم على طول من جنب محمد عشان تشوف طريقة تهرب بيها من المصيبة دي، وبتخرج من الأوضة على طول وبتلبس لبسها وبتخلي محمد يرتب الأوضة علشان مراته ما تشكش في حاجة، وبتروح تاخد الويسكي وبتديه لمحمد عشان يشربه وعشان يبان ان محمد كان سكران. المهم ان نور بعد ما بترسم خطتها بتروح تفتح الباب لمرات محمد بكل ثقة، ومرات محمد اول ما بتشوفها بتتصدم وبتقول لها ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ وبتكون شاكة ان محمد معاه بنته وبيضحك عليها، وبتدخل البيت عشان تدور عليها. المهم ان نور بتاخدها على جنب وبتقعد معاها وبتفهمها ان محمد تعبان نفسيا لانه كان بيلعب قمار في الفترة الأخيرة دي وخسر فلوسه كلها، واتصل عليا عشان الحقه ولقيته بيشرب خمرة وحالته زي ما انت شايفة كده. وطبعا مرات محمد الهبلة دي بتتعاطف معاه وبتصدق كلام مرات اخوها، وبكده بتكون نور قدرت تضحك عليها بكلمتين عشان تصدق كلامها، وللأسف بتصدقها وبتقتنع ان محمد تعبان نفسيا، وبتقول لها معلش استحمليه شوية، هو تعبان الفترة دي ولازم تقفي جنبه لحد ما يقدر يخرج من المصيبة اللي حط نفسه فيها. ومرات محمد ما بتكونش عارفة تقول حاجة، وكل اللي بتفكر فيه هو جوزها اللي واقع في مصيبة وهي لازم تخرجه منها وتقف جنبه. وبيخرجوا من البيت والنور بتكون معاها وبتمثل دور الصديقة اللي خايفة عليها وعلى مصلحتها. وليلى بقى يا عيني لما بتشوفهم هم خارجين مع بعض بتتصدم وبتقول لنفسها يخرب بيتك يا نور، ده انت شطانة بقى، هخلص منك ازاي بس. ونور بترجع على البيت مع مرات محمد وكأنها أعز صديقة ليها، وبتفضل نور قاعدة مع مرات محمد وتتكلم معاه وتعرفها ان هم عيلة واحدة وواجبها انها تساعدها. اما ليلى فبتكون في الطريق وبتكون متضايقة من اللي حصل، وصاحبتها بتكلمها عشان تعرف ايه اللي حصل، وليلى بتقول لها خطتنا كلها باظت وانا مش عارفة نور قالت ايه لمرات محمد. فصاحبتها بتقول لها طب يلا بقى بسرعة، لازم بسرعة تلحقي ترجعي البيت وتحطي المنوم مكانه عشان محدش يحس بحاجة. وفعلا ليلى بترجع البيت على طول، بس في الوقت ده بتكون نور رجعت اوضتها وكلمت محمد عشان يرجع البيت ويعرف هي مراته صحيت من النوم ازاي دلوقتي وهي اصلا واخده منوم. وفي الوقت ده بتكون ليلى رجعت البيت وخدت حبوب المنوم من اوضتها وراحت على المطبخ، بس وهي رايحه الكلب بتاع نور بيشوفها وبيكون عاوز يلعب معاها، ونور بتسمع صوته وبتنادي عليه، بس بيكون محمد وصل البيت في الوقت ده، وليلى بتجري بسرعه عشان تحط الدواء مكانه. وفي اخر لحظه محمد بيدخل فيها المطبخ عشان يشوف الحبوب، وبتكون ليلى حطت الحبوب مكانها واستخبت ورا المطبخ، ومحمد بيتاكد من الحبوب وبيكون مستغرب جدا بس بيسيب الحبوب وبيرجع على اوضته. وليلى بتاخد نفسها اللي بيكون خلاص هيتقطع عشان عرفت تحط كل حاجه في مكانها قبل محمد ما يرجع البيت، وبيلاقي مراته قاعده مستنياه، واول ما بيشوفها بيقول في سره يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وطبعا بيكون عارف كلام نور كله اللي قالته لمراته في الشقه، وبيكمل على كلامها وبيعرف مراته ان نور اتصلت عليه وعرفته كل حاجه عشان مراته تتعاطف معاه وعشان كمان تدفع له فلوس الدين اللي عليه. ومراته بتكون عاوزه تساعده عشان ما تشوفوش زعلان، وبتتفاجئ من الدين اللي عليه لانه بيقول لها انه مديون ب5 مليون. نعم يا اخويا. وهنا بنعرف ان مرات محمد هي اللي بتصرف عليه وهي اللي بتعمل كل حاجه عشان يفضل جنبها، وتقريبا كده بتكون قلقانه بالمصيبه دي اكتر منه هو. وطول الليل بتفضل مرات محمد صاحيه بسبب اللي حصل معاهم، ومحمد بيفضل مستنيها لحد ما تطلع الاوضه وبيفتح موبايلها وبيشوف الرساله اللي جات لها دي وبيصور الرقم اللي بعت لها الرساله وبينام على طول. وتاني يوم محمد ونور بيتقابلوا الصبح عشان يعرفوا اللي حصل معاهم، ونور بتكون مخططه انها تاخد الفلوس اللي مراته هتديها له علشان يسدد بيها الدين عشان طوفان مرضاش يجيب لها المزهريه اللي هي عاوزاها، بس بتكون شاكه في كل الموجودين في البيت وعاوزه محمد يراقب ليلى. وبعد شويه الكل بيتجمع على الفطار، وطوفان واخته بيفتكروا طفولتهم مع بعض لحد ما بتيجي نور وبتفطر معاهم، بس بعد شويه خطيبه جينو بترن عليه وما بيردش عليها، وطوفان بياخد باله وبيروح يتكلم معاه عشان ينهي موضوع خطيبته قبل ما يظلمها معاه وتتعلق بيه اكتر من كده. المهم ان خطيبه جينو في الوقت ده بتحضر نفسها لمسابقه كبيره، ومامتها بتكون مهتمه بالمسابقه دي جدا لدرجه انهم بيتكلموا عليها وهما بيفطروا،
وبعد شويه ليلى بتروح لجينو الاوضه بتاعته وبتقول له قابلني بعد شويه، ومحمد بيكون قاعد بيتكلم مع مراته عن المشكله اللي حط نفسه فيها، وبيستغل محمد الفرصه دي عشان يقول لها انه مش عاوز يخلف عشان ما يتعبش ولاده معاه، خصوصا انه اصلا ما بيشتغلش، وده طبعا بيكون كله كذب في كذب، لان محمد بيكون مش عاوز اطفال من مراته لان هو اصلا ما بيحبهاش. المهم انه بيألف عليها قصه وبيقول لها ولما اطفالي يكبروا ويروحوا المدرسه والمدرس يسالهم عن شغل باباهم هيقولوا له ايه؟ والمشكله بقى ان مراته عيني بتصدقه وبتكون متعاطفه جدا معاه، ولما بتلاقيه خارج بره بتقول له خدني معاك، وبتكون حابه انها تقف جنبه وقت ضعفه. وعلى الفطار مدام روز بتتصل على نور عشان تضايقها شويه، والنور اول ما بتشوفها بتتصل بيها بتكون متضايقه جدا ومش عاوزه ترد عليها لانها عارفه انها هتسالها عن الرخامه اللي هتحط عليها المزهريه بتاعتها. المهم ان روز فعلا بتسالها عن الرخامه دي وبتعرفها انهم بداوا في تنظيمات الفرح لانهم هيعملوه وهيكونوا هم اللي مسؤولين عنه، وده بيضايق عيله طوفان جدا اللي بيكونوا بيسمعوا المكالمه مع نور، ونور ما بتصدق انها تقفل معاها المكالمه وبتقول لطوفان تستاهلوا اللي بيحصل فيكم، انا كنت من الاول عاوزه اجيب المزهريه دي عشان محدش يقدر يقول عننا ان احنا عيله فقيره، بس دلوقتي خطيبه جينو هتاخده وهيبقى جوز بنتهم وعايش معاهم وملوش اي لازمه في الحياه. وبتقوم نور من على السفره وهي متضايقه جدا بعد ما خلت الباقيين كلهم يكونوا متضايقين من كلامها، اما جينو فبيكون مستني ليلى قدام البيت عشان يتكلم معاها، وليلى بتقول له انا عرفت اخبار عن ليلى صديقه طفولتك، وبتعرفوا انها راحت تسال جيرانها لحد ما قدرت توصل لعنوان شخص ببورصه، وجينو بيقول لها طب قابليني بعد شويه عشان نروح العنوان ده، وصاحبه ليلى بتكون في المستشفى وبتستلم التحاليل الخاصه بليلى وبنت نور عشان تعرف اذا كانت اختها ولا لا، وهنا بقى بتكون الصدمه لما بتشوف نتيجه التحاليل. اما ليلى فبتروح عند ابي بنت نور وبتطمن عليها قبل ما تمشي، وبيكون واضح ان نور حاسه ان ابيك اختها، ده حتى من قبل ما تعرف نتيجه التحليل، وبتعاملها معامله كويسه جدا. ولما ليلى بتروح تقابل جينو في الطريق بيقول لليلى على قصه صاحبته اللي حياتها اتدمرت بسبب واحده اسمها نور، وبيعرفها برضو ان اللي انقذت حياته واحده اسمها نور، وشايف ان دي صدفه، وليلى بتقول له فعلا صدفه غريبه. المهم ان في الوقت ده محمد بياخد مراته وبيروحوا على معمل الحقن للاطفال، وبيكون عامل لمراته مفاجاه علشان يخلفوا، ودي اصلا بتكون امنيه مراته انها تخلف وبتفرح جدا. اما ليلى وجينو فبيكونوا لسه في الطريق، وليلى بتسال جينو وبتقول له هي لو مامتك الحقيقيه ظهرت هتعمل ايه؟ وجينو بيقول لها هخنقها بايدي. اما نور في الوقت ده فبتجيب الرخامه الروز وبتتصل على محمد عشان يروح عندها. اما ليلى وجينو فبيكونوا وصلوا للعنوان اللي ليلى قالت عليه، والعنوان ده بيكون بيت بابا ليلى اللي هي عاشت فيه طفولتها كلها. ولما ليلى بتدخل البيت بتكون ماسكه نفسها بالعافيه عن العياط، وجينو بيفضل يلف في البيت على امل ان هو يشوف اي حاجه تخص ليلى لحد ما بيلاقوا صوره لها في البيت، وبيكونوا مبسوطين جدا انهم قدروا يلاقوا اي حاجه خاصه بيها. ونور بيكون مستنيه محمد عشان تعرف اللي حصل معاه، ومحمد بيكون متضايق لانه نفذ كلامها اللي قالت له عليه، وخصوصا انه مش عاوز مراته تحمل. ونور بتقول له لا مراتك مش هتحمل لان نسبه حملها ضعيفه جدا، ومحمد بيقول لها نسبه نجاح العمليه 35% زي ما الدكتور قال. ونور برضه بتكون مقتنعه ان مرات محمد مش هتحمل، بس في الوقت ده بيكون مرات محمد قاعده مع صديقتها سراب وبتحكي لها اللي حصل معاها، وبيكون واضح انها متحمسه للطفل اللي جاي جدا، لكن سراب ما بيكونش عاوزاها تحمل من محمد لانها مش واثقه في تصرفاته. بس مرات محمد بيكون نفسها في طفل علشان يقضي معاها بقيه عمرها، وبيكون عندها امل ان محمد يتصلح حاله يعني ويبقى يهتم بالعيله ويتغير كمان ويكون شخص صالح. اما نور ومحمد في الوقت ده فبيكونوا بيخططوا انهم يكسروا المزهريه الروز عشان تحسر قلبها عليها، وجينو وليلى بيكونوا لسه في البيت وبيشوفوا كل ركن فيه، وليلى بتفتكر وقت ما كانت بتحضر الاكل مع باباها وهي كانت في اسعد لحظات حياتها وبتكون مبسوطه بوجود باباها معاها، لكن للاسف كل ده بيتبخر وما بتكونش قادره توضح الكلام ده قدام جينو عشان ما يحسش بحاجه، بس ما بيلاقوش حاجه وبيضطروا انهم يطلعوا من البيت وبيفضلوا واقفين في الجنينه شويه. لكن للاسف ليلى بيكون لها ذكرى في كل ركن في البيت، وكل ما بتشوف حاجه بتفضل تعيط لانها بتفتكر نفسها، وطبعا ما بتقدرش تقول اي حاجه لجينو عشان ما يحسش بيها، وبتروح لجينو اللي بيكون زعلان جدا علشان ما قدرش ان هو يشوف ليلى، وبيقول لها انه محتاج يشوف صاحبته جدا وعاوز يطمن عليها ويتاكد انها بخير. وليلى بتقول له ان ما حدش عارف حاجه، يمكن ليلى تظهر قدامك فجاه. وبعد شويه ليلى وجينو بيخرجوا من البيت، وفجاه واحده عجوزه بتشوف ليلى وبتنادي عليها، وليلى بتكون خايفه ان العجوزه تكشفها قدام جينو، بس ليلى بتفضل تنكر انها ليلى الحقيقيه لحد ما العجوزه بتفهم ان جينو هو حلمي باباها، وكده بيفهموا ان العجوزه
تعبانة وإنها مش عارفة أي حاجة، وبيمشوا بعد العجوزة ما بتمشي وبتسيبهم. وبعد ما بيمشوا في الطريق جيني وليلى بيفتكروا الوقت اللي كانوا عايشين فيه في المزبلة وما كانوش بيلاقوا الأكل ياكلوه، وكان نفسهم في بسكويت وحلويات زي بقية الأطفال، لحد ما جينو بيقرر إن هو يروح يسرق جده وياخد البسكويت من أوضته. وآخر اليوم بيروح على البيت وبيفضل قاعد مع أصحابه، ولما بيجي وقت النوم بينادي على ليلى وبيديها البسكويت وبتكون مبسوطة بيه جدا، بس بتفكر تعينه لتاني يوم عشان تعمل منه تورتاية عيد ميلاد جينو. وتاني يوم أول ما بتصحى من النوم بتروح لجويدة وبتديهولها عشان تعمل التورتة، بس في الوقت ده بيكون جينو في المزبلة وجده بيجري وراه عشان يضربه بعد ما عرف إن هو اللي سرقه، وبيروح وراه لحد بيت جويدة وجويدة بتطرده بره بعد ما بتقوله إنها هتديله حقه، فبيمشي. وبعد ما جده بيمشي بيلاقي ليلى جايباله التورتة بتاعته وبتديها له وبيحتفلوا بعيد ميلاده وبيحضنوا بعض وبيكونوا مبسوطين بعلاقتهم جدا وهم بيفكروا في بعض. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه وجينو وليلى بيكونوا لسه في الطريق، وجينو بيقول لها انه بيحلم باليوم اللي هيلاقي فيه ليلى حبيبته، وليلى بتقول له واكيد الحلم هيتحقق. ولما بيرجعوا اخر اليوم على البيت العيله كلها بتتجمع على العشاء، وكالعاده بابا طوفان بيدخل يقعد معاهم بشكله الغريب ده وبيكون فاهم ان هو لسه مراهق وبيلبس لبس شباب، والكل بيستغرب من طريقه لبسه. والله يا جدو انت غلبتنا معاه. ووقت العشاء محمد ومراته بيقولوا للعيله عن اطفال الانابيب، والكل بيكون متحمس لهم جدا وبيباركوا لهم على الخطوه دي، بس النور بتكون متاكده ان ده كله هيضيع على الارض بسبب خططها اللي ما بتخلصش ابدا. المهم ان اخر اليوم ليلى بتروح على اوضه نور وبتتكلم معاها عن حفل الافتتاح بتاعها، ونور بتقول لها انها مش فاضيه الفتره دي خالص وبتاخد وقتها، بس ليلى بتشجعها علشان تكمل في الافتتاح بتاعها. وطبعا نور بتتشجع جدا، بس ليلى بتكون مخططه لحاجه تانية خالص. وبعد ما ليلى بتمشي محمد بيروح لنور وبتقوله يراقب موبايل مراته بالليل. وتاني يوم روز بتكون قاعده مع تونه منظمه الفرح وبيكونوا مستنيين نور عشان يعرفوها الحاجات اللي اختاروها للفرح. وبعد ثواني نور بتيجي عندهم وروز ما بتصدق توريها المزهرية تاني، ونور بتقول لها أول ما تيجي الرخامة بتاعتها هتكون أحلى بكتير. ولما بيقعدوا مع بعض بيلاقوا إن جوز روز نسي الدواء بتاعه، فتونة بتحطه تحت الملفات على ما روز تتصل على جوزها وتعرفوا إن هو نسي الدواء. ولما بيقعدوا مع بعض شوية بيلاقوا العمال بتوع الرخام جم، وطبعا نور بتطلع تاخد المفتاح المسؤول عن حركة الرخامة عشان تتحرك أول ما تتحط عليها المزهرية وتكسر المزهرية. بس نور بتلاقي محمد قدام الباب وبتعرفه يراقب تونة لأنها بتكون شاكة إن تونة بتكون عشيقة جوز روز. ولما نور بتدخل روز بتروح تحط المزهرية على الرخامة ونور بتبدأ تحركها، وفجأة المزهرية بتقع وبتتكسر وروز بتفضل تصرخ وتعيط جنبها، ونور وتونة بيحاولوا يهدوها بس مفيش فايدة لحد ما بيسيبوها قاعدة جنب المزهرية بتعيط. وتونة بتاخد حاجتها والدواء بتاع جوز روز وبتمشي، وطبعا نور بتكون واخدة بالها من تصرفات تونة قوي. المهم ان النور بتطلع مع تونة، ولما تونة بتمشي محمد بيروح وراها، وده بيخلي نور مبسوطة جدا لدرجة انها بتروح على شط البحر وبتشغل الاغاني وبتفضل ترقص عليها. ومحمد بيكون في الوقت ده بيراقب تونة اللي بتكون قاعدة في المطعم ده ومستنية مليح اللي بيكون جوز روز، بس تونة بتلاحظ ان محمد بيراقبها فبتحس انه بيعاكسها وبتروح عنده عشان تفهمه انها لحظة مراقبته ليها. ومحمد بياخد بعضه وبيمشي، وهو خارج بيقابل مليح جوز روز وبيسلم عليه وبيمشي. ولما مليح بيدخل المطعم بيقول لتونة انها تروح البيت عشان هو خايف ان محمد يشوفهم مع بعض، بس اللي ما يعرفوش بقى ان محمد بيكون مستنيه بره عشان يراقبه وهو مع تونة. وفعلا محمد بيراقب تونة لحد ما بتوصل على بيتها، وبعد شوية بيلاقي مليح رايح على بيتها هو كمان، ومحمد بيصوره وهو داخل بيتها وبيتأكدوا انهم عشاق. بس محمد بيفتكر ان وضعهم هو نفس وضعه مع نور، وخصوصا انهم بيتقابلوا ببيت خاص بيهم، ودي فعلا بتكون حياة مليح وتونة الغير شرعية، وعلاقتهم مع بعض بيكون كلها غلط في غلط. وبالرغم من ان تونة بتكون كارهة وجودها جنب روز الا انها بتحاول تستحمل كل حاجة عشان خاطر مليح. يا سلام على الحب يا اختي. اما نور فبتروح تاخد ليلى وبيروحوا على مركز التجميل الخاص بسراب واخت طوفان عشان نور بتكون مبسوطة جدا وبتكون عاوزة تروق على نفسها بقى على قد ما تقدر عشان تكون فاضية الفترة الجاية للافتتاح. وبعد شوية سراب بتشوفهم وبتروح تقول لهم السلام وبتمشي. اما ليلى فبتكون قاعدة مع واحدة بتعمل لها بديكير وبتسألها عن جهاز التجفيف، والموظفة دي بتعرفها ان الجهاز ده يقدر يعرفني باسورد الموبايل الخاص بأي حد لأنها جربته على حبيبها قبل كده. المهم إن نور بتلاقي محمد جه بعد شوية عشان يعرفها اللي حصل، ونور بتكون مبسوطة جدا بالأخبار دي خصوصا إنها عايزة تبتز مليح وبتتصل على طوفان عشان يروح عندها الصالون. بس ليلى بتكون واقفة على الباب وبتسمع كل حاجة، وبتسمع محمد وهو بيقول لنور أنا خايف حد يكشفنا زي ما هنكشف مليح. وليلى بتمشي قبل ما حد يشوفها وبتبص على سراب وبتتأسف لها من بعيد، وتقريبا كده ليلى بتكون ناوية تدخل
بطل سراب في اللعبة دي. وبعد شوية طوفان بيجي مركز التجميل والنور بتاخده وبتطلع على أوضة الاجتماعات وبيكون معاها سراب وبتفتح موضوع مشروعها قدام طوفان وسراب ونور. بتعرفوا إن في مستثمر هياخد المشروع ده ويصرف عليه، وده طبعا بيكون مضايق طوفان جدا وما بيوافقش إن هو يكون شريك في المشروع ده، وده بيخلي النور تتضايق، خصوصا إن طوفان رفض طلبها ده قدام سراب. والنور بتقول لليلى تروح تجيب الشنطة بتاعتها، وليلى بتروح عشان تجيبها وبتاخد من الشنطة الموبايل عشان تعرف الرقم السري، وما بتقدرش تعرف حاجة من الجهاز ده، وبترجع الموبايل بتاعها وبتاخد الشنطة علشان تخرج. بس بتلاقي نور في وشها، يخرب بيتك نشفتي دمي، وبتاخد منها الشنطة وبيمشوا. وطوفان ما بيصدق عشان يقعد شوية مع سراب ويلمح لها إنه لسه بيحبها، وطبعا سراب بتفهم على طول. أما نور وليلى فبيكونوا في الطريق، وليلى بتسأل نور على طوفان وبتعرفها إنه لسه في مركز التجميل مع سراب، ونور بتقول لها لا أنا ما عندش قلقانة منها خالص، هي ما تقدرش تعمل أي حاجة بعد اللي عملته فيها، وعشان كده أنا مرتاحة جدا. وبعد شوية مليح بيكون في بيت تونة وعايش حياته معاها خالص، وبيلاقي نور بتتصل عليه وبتعرض عليه مشروع عشان يستثمر فيه، بس طبعا مليح بيرفض أي شغل معاها. ونور بتقوله طب شوف الرسالة اللي هبعتها لك كده وبعدها ابقى قرر. ولما مليح بيشوف الرسالة بيتصدم، بس ما بيحاولش يعمل أي حاجة لتونة وبيفضل قاعد معاها بس. أما ليلى فبتكون عاوزة تروح لمامتها المستشفى، والنور بتوصلها في طريقها وبتفضل قاعدة مع صاحبتها ومامتها وبيفكروا في رقم الباسورد الخاص بنور، وبتكون الأرقام مش مفهومة لحد ما ليلى بتفهم إن رقم الباسورد ده هو تاريخ ميلاد جينو، وبيخمنوا إن نور بتبتز مليح بسبب حاجة معينة، وليلى بتكون مش عارفة إيه هي الحاجة دي اللي بتقدر نور تبتز بيها مليح. وصاحبتها بتقترح عليها وبتقول لها ممكن يكون مليح عنده عشيقة، وليلى بتقتنع برأيها. وفعلا مليح في الوقت ده بيكون راح لنور المطعم اللي هيقابلها فيه، وفي الوقت اللي بيكون فيه نور قاعدة مع مليح وبتلعب بأعصابه بتكون ليلى قاعدة مع صاحبتها ومامتها اللي ربتها يعني، ويشوفوا حل مع بعض للخطة الجاية عشان يوقعوا نور فيها. ولما ليلى بتسأل على نتائج التحليل الخاصة بإيبك صاحبتها بتخبي عليها إن النتيجة ظهرت، ولما صاحبة ليلى بتقول لها لو إيبك طلعت أختك هتعملي إيه؟ ليلى بتتوتر جدا وبتسيبهم وتمشي، وبعد ما بتمشي صاحبتها بتفضل قلقانة لأنها مش عارفة تقول حاجة لليلى. أما النور في الوقت ده فبتكون قاعدة بتلعب بأعصاب مليح، وبتعرفوا إنها عاوزة تعمل حفل إطلاق للمشروع بتاعها ومحتاجة منه 15 مليون. وبعدين مليح بيقول لها انت معاكي صورة ليا وانا داخل البيت، ايه المشكلة يعني؟ نور بتقول له لا ده انا معايا صورتين. ولما بيشوف الصورة التانية بتكون فيها تونة، فبيضطر مليح ان هو يسمع كلامها على طول وبيوافق عليه، والنور بتسيبه وبتقوم تمشي. وفي البيت ليلى بتكون في الجنينة وبتلاقي خطيبة جينو جاية تسأل عليه لانه ما بيردش عليها طول اليوم، وعشان كده بتسألها اذا كانت تعرف ان جينو بيحب بنت تانية ولا لا، وليلى بتعمل فيها هبلة. اما مليح فبيروح لروز البيت بعد ما بيكون عارف ان المزهرية اتكسرت، وبيروح يتخانق معاها عشان المزهرية اتكسرت، وبيعرفها انهم هيروحوا حفل الافتتاح الخاص بنور غصب عنها. ولما مليح بيمشي روز بتفضل تعيط، وبعد كام يوم بيروحوا حفل الافتتاح الخاص بمشروع نور، والكل بيحضر في الحفلة دي بما فيهم سراب كمان. ونور بتكون متوترة جدا انها تطلع على المسرح وتقول كلمتها، لكن ليلى بتروح تهديها وبتعرفها ان مدام روز حضرت وانها لازم تهدي اعصابها عشان تقدر تنجح قدامها. ولما نور بتطلع وبتقف بين الناس بتروح لروز ومليح علشان تقف معاهم، وليلى بتستغل الوقت ده وبتاخد المنديل وبتروح تفتح الموبايل بتاع نور وتعرف انها بتبتز مليح عشان يكون مسؤول عن مشروعها من الصور اللي بتلاقيها على الموبايل. المهم ان ليلى بتكتب رسالة لمليح وبتكون عاوزة توصلها له بأي طريقة. اما نور فبتعزم تونة عندها في الحفلة، وده بيخلي روز مستغربة وبتسأل تونة مين اللي عزمك، وبتقول لها نور هي اللي أصرت عليا عشان أحللها الحفلة. اما ليلى فبتكتب رسالة وبتروح تحطها في جيب مليح من غير ما يحس بأي حاجة، وبتسأل على جينو لما بتلاقي خطيبته بتسأل عليه وبتعرف ان جينو خرج او بمعنى اصح هرب. المهم ان بعد شوية نور بتطلع على المسرح عشان تقدم شريكها اللي استثمر فلوسه في مشروعها، وبيكون في الوقت ده مليح بيجهز نفسه عشان يطلع على المسرح، بس بيحط ايده في جيبه وبيلاقي رسالة ليلى. المهم ان بعد ثواني نور بتنادي عليه، ولما بتقول له هتوافق تستثمر في مشروعنا بيقول لها قدام الناس كلها لا. ولما نور بتقول له على جنب على فكرة انا اقدر افضحك قدام الناس دي كلها دلوقتي حالا، بتلاقي مليح بيقول لها وانا اقدر افضحك انت ومحمد قدام طوفان. وهنا نور بتعرف ان مليح عارف سرها مع محمد وبتفضل ساكتة خالص، بس مليح بيعدي الليلة دي وبيوافق على الاستثمار في المشروع عشان خاطر بنته. ولما بيخلصوا الافتتاح ده بيروحوا يتكلموا على جنب مع بعض، ومليح بيقول لها بصي بقى انا مش ببطل ضحك وعلى طول بشوش، بس مفيش حد يقدر يخليني ازعل ابدا. والنور بتقول له انت مش خايف من روز ولا ايه؟ ومليح بيقول لها لا مش خايف، ايه اللي هيحصل يعني؟ هنتطلق هنتصالح بالمزهرية وهترجع لبيتها عادي خالص.
بس انتي بقى اللي حالتك هتكون صعبة شويتين 3. وهنا نور بيكون هين عليها تعيط، ومليح بيقول لها ما تخافيش، انا مش هكشف سرك وهستثمر في مشروعك، بس هاخد 80% من المشروع لمدة 3 سنين. والنور بتقول له بس انا كده هفلس. ومليح بيقول لها ماليش دعوة، هتتصرفي. صحيح جينو بيزعل بنتي، وانا مش هستحمل اي حاجة تحصل لها، وههد الدنيا كلها على دماغكم لو بنتي زعلت بس. واخر اليوم ليلى بتروح لجينو لما بتلاقيه جاي بالليل، وهي اصلا كانت قاعدة مستنياه لحد ما يجي، وبتكون عاوزة تتكلم معاه عشان ما يسيبش خطيبته. وجينو بيقول لها هو في ايه، انت مش عارفة مشاعري ناحيتك ولا ايه؟ وليلى بتقول له لا عارفاها، وعشان كده انا مش عاوزاك تزعل خطيبتك. وجينو بيقول لها انا متأكد انك بتحبني زي ما انا بحب، وعشان كده انا عاوز اخد قرار الانفصال عن خطيبتي وافضل معاك انت وبس. وليلى بتقول له لا اللي بيحصل ده ما ينفعش. وجينو بيقرب منها، وبعدين ليلى بتقول له مش هينفع نكون مع بعض، انا مجرد خدامة وانت ابن صاحب القصر. وجينو بيقول لها انا مش عاوز اي حاجة من الدنيا دي غير اني اكون معاك انت وبس. وبيدخلها على اوضه وبتقضي الليله دي معاه في الاوضه. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد، وانا مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.